خدمات الأفراد والتجار. بنتكلم النهاردة عن فندق فؤاد في الإسكندرية، يقع بين مكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباي. هو يناسب العائلات، إن الجو هادي والمنظر جميل بتاعه وسعره متوسط، ويناسب كمان الأشخاص اللي جايين يوم ولا يومين وعايزين حاجة مش غالية. هو مفروض إن في جراج مجاني، بس تجارب الناس بتقول ان هو بيروحوا بعديها بشارعين في الجراج اسمه الخالدين، وبيدفعوا 50 جنيه في الليلة. فالناس برضو اراء الناس الواقع غير اللي بيتقال. في خدمة غسيل في الفندق. الغرفة المزدوجة بتقترب من 500 جنيه، والغرفة المشتركة بيبقى حمام واحد في نفس الغرفة، الفرد بيبقى واقف في حدود 250 جنيه. دي اسعار تقريبيه غير رقم الفندق، تتواصلوا على الاسعار وقت ما انتوا رايحين. قربوا من محطه ترام الرمل مخلي كل الانشطه والخدمات قريبه منه، والكافيهات وكل حاجه قريبه منه. قلنا المنظر الرائع والمساحه الكبيره بتاعت البحر اللي قدامه بتديله مميزات، ولسه هنتكلم عن اشياء اخرى في العيوب بتاعته باذن الله. رقم التليفون بتاعه 03480 03480 الغرف والمكان عادي. مستوى الحمام تحت المتوسط. المراتب في بعض الغرف تحتاج تغيير شامل، مراتب بتبقى جامده والسوست فيها تعبانه قوي. المراوح والاساس، الاساس في معظم الغرف يحتاج لتغيير. المراوح، في مراوح شغاله كويس وفي مراوح بتحتاج برضو لتغيير. مستوى الاستاف بيحتاج الى ترقيه شويه، ان نعلى مستوى الاستاف شويه. فندق من فنادق العريقه في اسكندريه مفروض يبقى فيه تطوير كل شويه. الاسانسير بتاع الفندق ما بيشيلش غير نفرين، فيعني لو حد وزنه كده يبقى واحد كده يعني. طبعا ما فيش تكييف في الفندق، والواي فاي بتاعه اذا كان شغال هيبقى ضعيف. احنا بنتكلم ان سعره ومنظره يشمل برضو لو افراد العائله كتير فسعره كويس جدا، ولو حد جاي يومين ولا جاي مصلحه او جاي يقضي عمل او جاي يرفع عن نفسه او شباب فسعره مناسب جدا. زي ما قلنا اللي عايز يركن عربيته بيبقى بعديها بشارعين في جراج اسمه الخالدين، وبيدفع 50 جنيه في الليله. معظم آراء الناس ان مفيش شاشة في الغرف. وجبة الفطار عادية، مننساش ان السعر بتاعه ومنظره يشفعوا له. اكتر الشكاوي جاية بالنظافة وخدمة الغرف، لكن الموقع والسعر فده مدي تقييم عالي للفندق. ده من ضمن الفنادق العريقة اللي موجودة في اسكندرية. لازم اهتمام بالنظافة ومستوى العاملين ورفع مستوى الغرف، واذا كانت في اجهزه محتاجه صيانه او تغيير. نتكلم عشان سعره، طب ما احنا هنطلب سعر اعلى وهيجي لنا ناس برضو اعلى وهيشكروا في الفندق. فاحنا بنحاول ان احنا نطور في نفسنا. دي فنادق مصر يا جماعه. يبقى انا جبت لكم الملخص: الموقع والمنظر والسعر 9/10. النظافه والخدمات والعفش الاساس ممكن 4/10، وكل حاجة على قد تبقى. بس احنا بنتمنى ان في عيوب ممكن تتلافى بمبالغ صغيرة وتطوير يحصل. قناة مسك اذا كنت قدمت لك اي معلومة مفيدة، برجاء عمل لايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.